التحدي ده شكله بيقول ان هو صعب جدا، عشان كده قررت اعمله انا وهاجر. والتحدي عباره عن ان انت تقف بجسمك سايد كيك او الضربه الجانبيه وتثبت الازاز عليها وبعد كده تضربها بالجنب. طبعا انا في البدايه كنت ذكي جدا وبجرب بازازه ميه كبيره، وده كان مخلي الموضوع اصعب كتير. الحركه سهله وصعبه في نفس الوقت. سهله لو انت الاسترتشات بتاعتك كويسه والضربات الجانبيه بتاعتك حلوه هتيجي معاك على طول، ودي يعتبر ما جاتش معايا حلو فهرجع اعيد تاني. بس خلينا مع كابتن هاجر دلوقتي وبتحاول اصلا تثبت الازازه وتجيب السايد كيك بتاعتها من غير ما تقع. طبعا كل مره بنيجي نجرب فيها بتحصل معانا حاجه مختلفه، مره الهواء يوقع الازازه ومره البالانس بتاعنا احنا ما يكونش احسن حاجه فما نعرفش نثبت ونقع تاني. فيا عزيزي المشاهد، انت لو مش عارف ان الحركه صعبه تقدر تجربها وتقول لي في الكومنتات جبتها من المره الكام. المهم بعد عده تجارب فاشله الا اننا ما استسلمناش. هاجر هنا الاسترتشات بتاعتها احسن مني وكانت مقربه تجيب الحركه على طول. ده غير طبعا ان احنا في مكان اوبن اير والازازه كل شويه تقع من الهواء بدون سبب. بس ده طبعا ما يمنعش ان انا فشلت كتير جدا ان انا اجيب السايد كيك في الازازه على طول. بس بعد عده محاولات عرفت اظبط البالانس بتاعي واثبت الازازه كويس على رجلي وجبتها حلو كويس جدا. ومن بعدها هاجر تعملها وبكل سهوله. قولوا تعملوا الحركه واكتبوا لي في الكومنتات جت من المحاوله رقم كام. ما تنساش تعمل فولو عشان تشوف كل جديد. سلام.